يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري واقض مآربي وأجر به جسدي من النيران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني وامزجه يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان ونشرتني في العالمين محامدا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها أركاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى يقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأجعلن المقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان.